السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة كلنا بنفكر ان احنا نعمل ايه اكلة سريعة. انا جبت لكم طريقة اكلة سريعة جدا وحلوة قوي وسهلة قوي. انا معايا هنا نص كيلو بانيه، وبشرت بصلتين حلوين كده صغيرين زي ما انتوا شايفين، وعصرتهم كويس جدا. شايفين مخليتش فيهم ميه خالص. هاخد البصل ده بقى وهستعمله وهقول لكم هنستعمله في ايه. وهنا التوابل دي انا قسمتها نصين، هاخد نص هنا والنص التاني برضو هقول لكم هنعمل بيه ايه. اولا التوابل دي عبارة عن بابريكا وكمون وملح وفلفل وكزبرة ناشفة، وهنا بيضة، خدت بيضة وحبة لبن صغيرين كده، يعني زي ربع كوباية لبن. واقلب بقى كويس قوي التقليبة الحلوة دي، الخلطة الحلوة الخفيفة، واركنها على جنب. واجيب هنا طاسة واحط فيها زيت، واجيب هنا الفيجيتار او البقسماط، حسب ما انتي عايزة بقى تستعملي. انا بقولك بس علشان تفتكري الطريقة دي والاكلة الحلوة السريعة اللي تعمليها. والبانيه طلع معايا تحفة، وهعمل جنبيه المكرونة وهقول لكم برضو هنعمل المكرونة بايه. خلاص كده حمرنا البانيه زي ما انتوا شايفين، ما بياخدش وقت خالص، يعني سريع جدا جدا جدا. وفي اخر الفيديو بنتي هتنزل لكم وصفة كده جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. انا الاكلة دي من اختراعي، يعني كل المصريين وكل الناس بيعملوا الاكلة السريعة الجميلة دي، لكن بنتي بقى هي اللي جايبة اللي هي من على النت كده الاكلة اللي هتنزلها لكم دي، عشان مش دي من عندها هي، لا، بس هي اللي عملت الطريقة بالظبط وطلعت حلوة جدا وممتازة. عملنا هنا، أنا مش عارفة ازاي المكرونة دي اتعملت. المكرونة دي كنت انا خدت البصلة بتاعة اللي حمرتها وحمرت فيها المكرونة وحطيت عليها صلصة وعملتها مكرونة بالطريقة دي. عايزة ابشركم ببشرة حلوة ان البرنامج اللي انا منزلاه بيقصلي بمزاجه، يعني هو بينزل بمزاجه الحاجات اللي هو عايز ينزلها. ما تعرفوش بقى هو زهقان مني ان انا بطول في الفيديو ولا ايه بالظبط، ولا انتوا كمان بتزهقوا مني؟ يا رب ما يكونش بتزهقوا مني. عايزاكوا كده باذن الله، يعني عشان تشجعوني كده على القناه. اي ما تفتكروش ان والله ما محروق، هو التصوير بتاع الموبايل كمان هو اللي عامل لي المنظر ده، لكن والله شكله تحفه في الحقيقه وجميل جدا. والبانيه تحفه وما شربش زيت ولا اي حاجه، مع ان انا عملته بالفيجيتار العادي خالص، وطلع مستوي وجميل وتحفه زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص عملت جنبيه المكرونة زي ما انتوا شايفين، وبقى بنتي تكمل بقى وتعمل لكم الطريقة الحلوة اللي هنعملها هناكلها بعد كده يعني. ايه رأيكم؟ أكلة سريعة وسهلة هيت، ونفتكر كده ونفكر بعضنا بالأكلات. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وعشان القناة كده توصل لكم كل الإشعارات اللي هتنزل، ويا رب ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم يعني. انا بسيبكم براحتكم كده خالص خالص، وبقعد مسافة جامدة جدا ما بنزلش فيديوهات علشان اشوف رد فعلكم، يعني عايزيني ولا اغور في داهية ولا ايه بالظبط يعني. بصوا بقى هي تقول لكم الطريقة دلوقتي، بس انا هخليها كده. بصوا دي اللي هي عملتها البسبوسة دي، هي اللي عملتها بالطريقة دي، تحفة جميلة جدا. انا حبيت بس انزلها لكم في الاخر الفيديو عشان تتشوقوا كده وتتفرجوا على الفيديو.
لكن ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتلاقوها حلوه قوي. بصوا جميله تحفه، احلى من اي بسبوسه بتتعمل. هي بسبوسه بس مش اي بسبوسه يعني. وهي كاتبالكم كمان المقادير، يعني مسهله لكم الطريقه جدا. يلا كله بقى بالهنا والشفا، وقولوا لي ايه رايكم، بس هتشوفوا بقى الطريقه وهتشوفوا المقادير. هنا 2 كوب لبن، و2.5 معلقه نشا، ومعاها على فكره هي حطت معلقه كريم جانتيه. هي حطت برضو معاها معلقه كريم جانتيه كده. وهنا نص كوبايه سكر، و2 بيضه، و2 كيسين باكوين فانيليا. حطت البيض على نص كوبايه سكر، وضربت ضرب كويس جدا، يعني هي ضربتها حلوة قوي لحد ما خلت الخليط كده متجانس جدا مع بعض. تمام. وهنا بقى نص كوباية زيت على نص كوباية زبدة او سمنة، وحطيتهم على اللي احنا قلنا عليهم نص كوباية الاولانيين، يعني المقادير الاولانية، وهي قلبتهم كويس قوي. وكوباية زبادي، هي بتنزل بكوباية الزبادي وتقلب جيدا، تقلب تقليب جامد يعني. وهنا بقى السميد، دي السميد او دي البسبوسة، كوباية ونص، ونص كوباية مش عارفة نسيت جوز الهند. هي كاتبالكوا على فكرة المقادير، يعني انا حتى لو انا ملحقتش ان انا اقول لكم، هي كاتبه ما شاء الله عليها المقادير يعني اهي. ونقلب التقليب خفيف جدا علشان متنشفش معاكي او متبقاش ليها عرق يعني. وهنا جابت الطاجن، هنا هتعمل البسبوسه دي في الطاجن. يعني البسبوسه ديت هي ميزتها ان هي بتتعمل في طاجن، ما بتتعملش في صينيه، وما بتبقاش رقيقه، بتبقى تخينه عشان هتحط الكريمه في النص. هتحط نص البسبوسة تحت، والنص التاني النص في النص يعني. بس اهم حاجة ما تجيبيش في الحروف الكريمة اللي هي هتحطها. هي بتعمل كده، بتعمل الحروف بتاعة البسبوسة عشان لما تحط الكريمة تبقى في النص، ما تبقاش على الحرف او ما تلمس خالص الطاجن. هتنزل بقى كده، وعلى قد الكريمة اللي هتحطها هتفرد كويس، وتجيب بقية البسبوسة وتحطها. سهلة أوي وجميلة أوي وخفيفة حلوة جدا. وهتقول لكم على السيرم هي دلوقتي هتعمله ازاي. تحط بقى نص البسبوسة كده، فردتها كويس وغطت كل الكريمة. اهم حاجة ما يكونش في حاجة من الكريمة باينة خالص. هتفردها كويس كده وتحطها على الشبكة الاخرانية في الفرن. هنا بقى بالسيرم بتعمله نص كوباية ونص سكر على كوباية مية على ما اعتقد يعني. المهم هي حطت كده خلاص الشربات، وهتقطع بقى معاكم البسبوسه، وكلوها بألف هنا وشفا. وادعوا لها والله العظيم طلعت تحفه. هي واخداها عن طريقه، مش عارفه هي جايباها عن طريقه ايه، فبس عملتها طلعت جميله جدا معاها. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعي تنسوني بقى في اللايكات. مع ألف سلامه.